السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا فيكم. اليوم معانا كيكة الضيافة، كيكة الماربل، بطريقة جدا سهلة، وبستخدم فيها خلاط الكاس. يعني الطريقة سهلة والمكونات سهلة. كيكة مشرفة أمام الضيوف، والنتيجة النهائية إسفنجية وهشة وخفيفة. وبسم الله نبدأ. في خلاط الكاس 3 حبات بيض، ملعقة صغيرة فانيلا، كوب إلا ربع سكر، نص كوب زيت، نص كوب ماء، و3 ملاعق ممتلئة حليب بودر، ونص غطا خل أبيض. الخل بيساعد على إزالة ريحة الزفرة. وهنا ننتقل للمكونات الجافة: كوبين طحين، ملعقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة ملح. أخلط المكونات السائلة لوحده، بعدين أخلط المكونات الجافة لوحده. أسكب المكونات السائلة فوق المكونات الجافة، وأحرك في اتجاه واحد مثل عقارب الساعة، في اتجاه واحد. مجرد ما يختفي الطحين أتوقف عن الخلط، يعني نخلط بدون مبالغة. يختفي الطحين خلاص نتوقف عن الخلط. في وعاء فارغ 3 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة، وانخل الكاكاو، واسكب الخليط الأبيض. بسكب نصف الكمية، وهنا أضيف ملعقتين حليب لأن الخليط ثقيل، ومن جديد أخلط في اتجاه واحد. بهذه الطريقة معانا خليط كاكاو ومعانا خليط أبيض. ننتقل للمرحلة الثالثة. في قالب التوست مبطن بورق الزبدة أسكب خليط أبيض، وفوقه مباشرة خليط أسود، وفوقه مباشرة خليط أبيض، بشكل طبقات: خليط أبيض وخليط أسود، خليط أبيض وخليط أسود، لين ينتهي الكمية على شكل طبقات. وهنا بالسكين أرسم خطوط طولية، ذهاب وإياب، خط طولي، وأدخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة. وهذا هو الكيك جاهز بعد مرور 40 دقيقة. أغطيه مباشرة وهو ساخن لين يبرد تماماً ويكون الكيك بارد. هذا هو الماربل كيك، استخدمت فيها قالب التوست، وهذا هو الشكل النهائي. كيكة خفيفة وهشة واسفنجية. علشان أقطع الكيك أستخدم سكين المنشار. أقطع الكيك وهو بارد علشان ما يتفتت. الكيك الساخن يتفتت، ينهرس. لهذا السبب لازم نقطع الكيك وهو بارد. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وانتظروني في فيديو قادم، ومع السلامة.